في صباح غائم من شهر يونيو دوى صوت الرصاص داخل أحد أحياء عمان الهادئة. الناس ظنوا أنها مشاجرة عابرة، لكن الحقيقة كانت بداية واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ الأردن. اسمه سعيد القشاش، شاب في 19 من عمره، طالب بسيط يعيش مع عائلته الكبيرة ويحلم أن يصبح مهندسا، لكن خلف تلك الملامح الهادئة كان في داخله بركان يغلي. سنوات من الضغط، الصراخ والرسوب المتكرر، حتى ليلة 13 من يونيو عام 1998. الليل ساكن والمدينة نائمة، وسعيد يفتح خزانة والده ويخرج منها مسدسا أسود. في لحظة غضب عمياء تحول الطالب الهادئ إلى قاتل لا يرحم. بدأ بوالده، ثم والدته، ثم إخوته، واحدا تلو الآخر. الطلقات كانت تتردد بين الجدران، وصوت الصراخ اختفى بعد دقائق فقط. لكن الكارثة لم تنتهي هنا. في اليوم التالي استدرج صديقه المقرب إلى المنزل، قال له: تعال أشوفك، عندي مفاجأة. وبمجرد أن دخل أطلق عليه النار هو الآخر. دفنه بجانب أفراد عائلته، وكأن صديقه كان شاهدا لا بد أن يختفي. عندما وصلت الشرطة وجدت الجثة ملفوفة بالبطانيات مرتبة فوق بعضها، وسعيد جالس في زاوية الغرفة هادئ صامت ينظر إلى الأرض وكأنه لم يفعل شيئا. وعندما سأله الضابط: ليش عملت هيك؟ أجاب بابتسامة باردة: ما قدرت أتحمل الضغط، كنت بدي أرتاح. حتى اليوم ما زالت قصة سعيد القشاش واحدة من أكثر الجرائم رعبا وغموضا في الأردن. هل كان مريضا نفسيا أم شيطانا في هيئة إنسان؟